عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير كلكم يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنعمل الطحينة البيتي ب3 خطوات بس، وسهلة جدا، وان شاء الله بإذن الله هتشوفي خطوة بخطوة. تمام؟ هنحتاج بالظبط بالمقدار بالوزن ربع كيلو سوداني وربع كيلو سمسم فاتح. تمام؟ تقولي كده للعطار سمسم فاتح مش محمص عشان ما تبقاش الطحينه معاكي غامقه. والدقيق حسب ما الخليط عندك ياخد، يعني لو لقيتيها خفيفه هتحطي دقيق، لقيتيها تقيله معاكي هتحطي زيت. يبقى الزيت والطحينه والدقيق ده حسب ما المكون عندك الخليط في الخلاط ياخد، حسب السمك اللي انت عايزاه. تمام؟ لكن مقدار الطحينه اللي قدامي دلوقتي هو ربع كيلو سوداني وربع كيلو سمسم. دول بحمصهم، هما في 3 خطوات بتعملي الطحينه. اول خطوه بتحمصي في طاسه على النار من غير اي ماده دهنيه السمسم، وبعد كده بتحمصي السوداني. تمام؟ يا دوبك بتشمميه النار بس كده، ما بتدهوش اي لون عشان يطلع اي رطوبه منه. تمام يا بنات؟ دي اول خطوه، ان احنا هنحط السمسم والسوداني على النار يا دوبك تشوحيه بسيط خالص. تمام؟ دي اول خطوه انا عملتها. تاني خطوه اللي هحتاج فيها لعمل الطحينه هي الكبه. الكبه بتاعتك هتخلطي فيها السمسم مرة لحد ما يبقى زي البودر كده، زي العجينة هوريكي ازاي، والسوداني نفس الحكاية برضو هنعمله في الكبة. تمام؟ يبقى تاني خطوة بتطحني السمسم وبتطحني السوداني. هعمل الخطوة دي واوريكي شكله عامل ازاي. طحنتها في المطحنة، تمام، او في الكبة اللي عندك. ده السمسم، بص بعد ما اتطحن بقى شكله عامل ازاي. تمام؟ وده السوداني اهو، السوداني بعد ما اتطحن. دي تاني خطوة. تمام؟ فاضل لنا الخطوة التالتة. هعمل بقى الخليط ده كله في الخلاط، وهتزودي الزيت حسب ما الخليط عندك ياخد. تمام؟ هو والدقيق زي ما اتفقنا، لو لقيتيه سميك تقيل معاكي هتحطي زيت، لقيتي خفيف هتحطي الدقيق. تمام؟ وان شاء الله بنحاول ما نحطش دقيق كتير. تمام يا بنات؟ هعمل الخطوه الثالثه في الخلاط واوريكي شكلها عامل ازاي. الطحينه بعد ما عملنا خليط السمسم والسوداني، بعد ما طحناهم في الكبه حطيتهم في الخلاط وحطيت عليهم الزيت والدقيق. طبعا احتاج معايا المكون ده، احتاج معايا نص كوبايه زيت على الكوبايه الزيت اللي انا كنت حطاها. تمام؟ قلت السمك زي ما انت عايزه. بصوا هو السمك ده خطير، بصوا سمكها، بصوا شكلها روعه ومغذيه ومعموله في البيت وعارفه انت حاطه ايه لولادك. تمام؟ وخلي بالكوا السوداني خطير، بيدي طعم روعه فيها. مرة تانية ان شاء الله هعملها لكم بسمسم بس. تمام؟ وبدون دقيق. لكن دي فيها اخدت حوالي ربع كوباية دقيق، ما زودتش، يعني يا دوبك ربع كوباية، يعني حوالي معلقتين دقيق بس. وبصوا سمكها تقيل وخطيرة. تمام؟ هنشوف بقى الربع السوداني والربع السمسم عمل معايا كام برطمان. هعبي البرطمانين دول واشوف هيكفيهم ولا لا. في البرطمانات بصوا اخدت معايا، ملت البرطمان ده كله ونص التاني، يعني عملت حوالي 1.5 كيلو طحينه. ربع السوداني وربع السمسم وربع كوبايه الدقيق وكوبايه ونص زيت عمل لي حوالي 1.5 كيلو طحينه. شفتوا بقى التوفير والجمال. نحط بقى هنا طبق فول انا عاملاه، نحطه بقى عليه وتشوفوا سمكها والجمال عامله ازاي. بصوا بصوا يا بنات، خطيره، روعه روعه روعه.
وقلت السمك زي ما انت عايزه، تخففي بالزيت وتقليه بالدقيق. بصوا الجمال، روعه. تعالوا بقى على طبق العسل، طبق العسل الخطير اهو. بصوا الجمال اهو، خطيره وبطريقه سهله جدا وموفره. تمام، وبالهنا والشفا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.